السؤال بقى هو ليه دايما مريض السمنة بيكون صعب عليه إن هو يخس؟ السبب في كده إن مريض السمنة دايما بيدخل في دوائر مغلقة كتير بيكون صعب عليه إن هو يكسرها. الدايرة الأولانية هي الدايرة النفسية، وده سبب إن المريض دايما بيكون في حالة انعزال، بيعمل كل حاجة لوحده، بيتعرض لانتقادات كتير، فده بيخليه يدخل في دايرة نفسية وإحباطات كتير، وبيخليه يزيد في الوزن تاني مع الأكل المتكرر وإن هو منعزل طول الوقت. السبب التاني هو أو الدايرة التانية هي الدايرة الهرمونية، إن بيكون حصل عدم توازن بين نسبة هرمون الجوع وهرمون الشبع، فهرمون الجوع دايما بيبقى مستواه عالي، فده بيخلي المريض يزيد في الوزن. والحاجة التانية إن بيحصل مقاومة أنسولين، وده بيخلي برضو المريض يزيد في الوزن، يكون عنده شراهة في الأكل. الدايرة التالتة هي الدايرة العضوية، إن المريض بيحصل له مشاكل عضوية بتخليه ما يقدرش يتحرك، وبالتالي السمنة بتزيد، زي المشاكل اللي بتحصل في المفاصل وفي الركبة وفي الظهر. السبب الرابع إن المريض بيدخل في دايرة من دوائر الإدمان، وأشهرها إدمان الدوبامين. المريض طول الوقت قاعد، فبيبقى محتاج يعلي نسبة الدوبامين عنده في الدم، فطول الوقت يا إما بيدخن، لا إما بياكل أكلات ووجبات سريعة، لا إما بيتفرج على السوشيال ميديا، لا إما بيدور على أي مصدر يعلي بيه الدوبامين بشكل سريع، وإلا يدخل في حالة من حالات الإحباط. علشان كده المريض لازم يكون عارف الدوائر دي ويحاول يكسرها بنفسه، وان هو كمان ياخد مساعده وكونسلتيشن من حد يكون كوتشنج نفسي، وحد يكون متخصص في التغذيه يساعده ان هو يكسر الدوائر دي. طبعا بتاخد وقت ومجهود كبير، والبديل ان هو يلجأ لعمليه من عمليات السمنه علشان يكسر الدوائر دي بشكل سريع، والامور عنده تتحسن والوزن ينزل في وقت قليل، نقدر نتخلص من الموضوع ده بشكل نهائي.